لو حصل لك قبل كده انك كنت ماشي مع صاحبك اللي انت مسجله اخويا على التليفون والدنيا كانت تمام ومفيش اي حاجه، ومره واحده لما قابلتوا ناس صحابكم لقيت شخصيته اتحولت، بيتريق عليك وبيقلل منك وبيهزر بالشتايم مع ان انت مفهمه انك بتتضايق من ده، والموضوع ده انت ملاحظ انه بيزيد لو في ناس غريبه وخصوصا لو كانوا بنات، واول ما بتسيبه وتمشي بتلاقي ان في زي صوتين بيتخانقوا جوه دماغك، واحد بيقول لك احنا لازم نحط له حد ونقطع معاه لانه كده زودها قوي، والتاني بيقول لك العكس تماما، بيقول لك انك لو سبته مش هيبقى عندك اصحاب، مش هتلاقي الصاحب يفهمك زيه، وخصوصا اوقات اي نعم قليله بيكون كويس، وتلاقي ان دايما الصوت التاني اللي جواك هو اللي بيغلب، وبتفضل تلف في نفس الدايره ومش عارف تعمل ايه. هل تقطع معاه ولا في حل تاني انت ممكن تعمله تخليه يتظبط معاك؟ كل ده انت هتعرفه في حلقه النهارده، والاهم من كل ده انك هتخرج من الحلقه دي ومعاك القرار الصح اللي تعمله في العلاقات اللي زي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت اغير زاويه التصوير ونبقى قاعدين كده شويه مع بعض في الارض، حاسس ان انا زهقت من القعده على الكرسي، فيكون في نوع من انواع التغيير يعني. المهم حابب بس في الاول انوه ان الكلام اللي هيتقال في حلقه النهارده ده ما يتطبقش على الصحاب بس، هو يتطبق على اي علاقه في حياتك، فركزوا قوي في الكلام اللي هيتقال في الحلقه دي. عمرك سالت نفسك قبل كده هو انت ليه بيبقى عندك كده اوقات نوعيه اصحاب انت بتبقى متمسك بيهم جدا لدرجه انك بتبقى حاسس انك لو قطعت علاقتك بيه ان حياتك هتنتهي، مع ان الشخص ده ممكن يكون شخص توكسيك وبيضرك؟ يعني مثلا على سبيل المثال بيعاملك حلو جدا وقت ما بيكون ليه مصلحه معاك، عاوزك تروح معاه مشوار تعمل معاه حاجه معينه، تلاقيه بيعاملك بطريقه جميله جدا، لكن تاني يوم تلاقيه ما بيسالش فيك اصلا، وانت تتضايق بس تبقى خايف تقول له لعلاقتكم مع بعض تبوظ وهو ما يكلمكش تاني، او انكم مثلا تكونوا في درس او في جامعه او في شغل وانت تجيب درجات او تعمل حاجه معينه بشكل احسن منه، فتلاقيه كده بيقلل منك، يعني بيرمي لك نوعيه كلام اللي هو انت عملت اللي ما اتعملش، هو انت اخترعت الذره، او دايما بيندهلك بلفظ ما بتحبهوش، او بيدخل مثلا الشتايم في الكلام مع انك انت اصلا مكلمه انه ما يعملش الحركه دي قبل كده، ولكن هو لسه بيعمل ده. يعني كمان الموضوع اوقات بيوصل ان ممكن واحد يكون بيهزر مع صاحبه هزار جنسي هو ما بيحبوش، وطبعا الولاد هيكونوا فاهميني قوي في النقطه دي، وانت ممكن تكون قلت له اكتر من مره ما تهزرش معايا بالطريقه دي، ولكن هو ما زال بيعمل كده. لو انت بقى بيحصل لك حاجه من الحاجات دي او حاجه شبهها مثلا وما بتبقاش عارف تاخد رد فعل، مش عارف تقطع مع الشخص ده لان هو ممكن يكون صاحبك الوحيد، قلبك مش مطوعك تعمل كده، ما بتقدرش ان هو ما يبقاش موجود في حياتك مع انه بيضرك، وانت من جواك بتكون متضايق وغضبان جدا، بس بتفضل بقى تقول لنفسك كلام من نوعيه يعني انا هضيع سنين الصحوبيه دي كلها، طب انا ما عنديش اصحاب، اصاحب مين تاني غيره، وتفضل بقى تقول لنفسك كلام يخدر الواقع اللي انت عايش فيه، زي مثلا ان شاء الله هو يتغير مع الوقت وهيفهم ان الحاجات دي بتضايقني، او يعني مش معقوله ان انا هضحي بسنين الصحوبيه دي كلها عشان موقف واحد بس، مع ان انا وانت عارفين انه ما بيبقاش موقف واحد، ومع العلم انت ممكن يكون فعلا في حياتك صحاب كتير وانت عارفهم وبيحبوك جدا، بس انت مش عارف في حاجه غريبه مخلياك متمسك بالشخص ده قوي في حياتك، حاسس ان هو على الرغم من الاذى اللي بيزهولك واللي بيضايقك جدا منه ده هو شبهك بطريقه فظيعه، والمشكله انك ما بتكونش عارف ليه، والليفل بقى الاصعب انك عشان تفضل مخلي الشخص ده في حياتك على الرغم من المضايقه اللي بيضايقها لك وفي نفس الوقت ضميرك ما يأنبكش تقول ان اللي بيعمله معايا ده نوع من انواع الحب، بيهزر معايا او بيكلمني بالشتايم مع اني قلت له ان انا بتضايق، بس هو بيعمل كده عشان بيحبني، وده يخلينا نسأل واحنا ليه ما بنعرفش نسيب اللي بيأذينا؟ في قصة أنا لما سمعتها لأول مرة أنا كنت متأكد إن القصة دي لا يمكن إنها تكون حقيقية، لكن لما بدأت أسيرش وأدور على أساس القصة دي لقيت إن القصة دي هي حقيقية وحصلت بالفعل. يوم 4 فبراير سنة 74 على الساعة 9 بالليل كده، مذيع مشهور كان بره هو ومراته راكبين العربية في مشوار، يجيله مكالمة تليفون من رقم غريب، فالمهم يرد على التليفون يلاقي واحد جاره بيقول له الحق ده بيتك فيه صويت وصريخ والدنيا مقلوبة، فهو راجع في الطريق يجيله مكالمة من نفس جاره ويقول له ان مره واحده الصوت ده سكت والبيت ضلم والدنيا هديت خالص، الراجل قلق اكتر وخد الطريق طيران، واول ما وصل عند بيته اتصدم، الراجل اول ما وصل لقى ان الحكومه محاوطه بيته من كل حته ونازلين في كل الناس استجواب، فيسال وهو مخضوض في ايه، يقولوا له ان بنته اتخطفت. بنته دي كانت بنت عندها 19 سنه، يعني كانت كده في بدايه مراحل الجامعه وكانت بنت لسه صغيره يعني، والصويت اللي الجيران سمعوه ده كان صوتها وهي بتتخطف. فالمهم ان البوليس لما ابتدى يعمل تحرياته اكتشف ان البنت دي ما خطفهاش شخص واحد، اللي خطفها مجموعه من الاشخاص اللي بيمثلوا في الاول في الاخر عصابه. اول ما البنت اتخطفت العصابه فضلوا حابسينها لمده 10 ايام بيعاملوها اسوأ معامله، شتيمه واهانه وضرب وتعذيب وحاجات بشعه جدا، والعصابه اختارت البنت دي تحديدا عشان كانوا عارفين ان ابوها اعلامي تقيل ومتريش، يعني اي مبلغ هيطلبوه منه عشان يرجعوا له بنته الراجل ده هيدفعه، وزي ما كان المتوقع العصابه كلمته عايزين فديه كذا عشان نرجع لك بنتك، فالمهم الراجل دفع والتوتر ابتدى يقل والفرحه ابتدت تملى المكان لان خلاص بنتهم رجعت، لكن اللي يصدمك ان ده ما حصلش. اللي حصل ان يوم 3 ابريل العصابه بتنشر
بينشر زي ريكورد او تسجيل صوتي بصوت بنت الراجل ده. البنت بتقول في الريكورد ده ان هي انضمت للعصابه. طبعا انت مش هتصدق، وزي ما انا ما كنتش مصدق، وزي ابوها شخصيا لما سمع التسجيل ده قال ان ده مش حقيقي وان اكيد دي مش بنت. ولكن يوم 12 ابريل كاميرات المراقبه ترصد باتي اللي هي بنت الاعلامي وهي مشتركه مع العصابه وهم بيسرقوا بنك. ده مش بس كده، ده باتي كانت ماسكه سلاح في ايديها وكانت بتهدد الناس اللي كانت موجوده في البنك. الكل اتجنن ساعتها، ازاي البنت اللي كانت ضحيه بقت مجرمه. المهم ان البوليس ما يسكتش ويفضل ورا العصابه دي بما فيهم باتي اللي هي بنت المذيع عشان يقبض عليهم كلهم لانهم سرقوا بنك. ويوم 18 سبتمبر اتقبض عليهم كلهم. ويوم محاكمه باتي بنت الاعلامي حصلت واحده من اغرب الحاجات اللي انت ممكن تسمعها في حياتك. بس انا بقى عشان رخم هقول لكم الحاجه دي بقى ايه في نص او في اخر الحلقه، يعني نفضل محافظين على السسبنس كده. بس انت ما سالتش نفسك هو ليه بنت عندها 19 سنه تتخطف من عصابه؟ والعجيب اكتر في القصه دي ان بعد ما البنت اتخطفت واهلها دفعوا الفديه، البنت رفضت انها ترجع. ازاي قدرت انها تحب الناس المجرمين دول؟ لا وكمان قررت انها تنضم ليهم. هو تفسير اللي حصل مع باتي اللي انا لسه هحكي لك قصتها دي هو بالظبط نفسه تفسير اللي بيحصل لك مع صاحبك. ايه يا شاب اللي انت بتقوله ده؟ هو انا صاحبي جه خطفني وطلب من اهلي فديه وانا ما اعرفش؟ بص هو الموضوع مش كده بالظبط، بس اللي انا متاكد منه ان دماغك استقبلت اللي بيعمله معاك صاحبك بنفس الطريقه اللي دماغ باتي استقبلت بيها اللي حصل لها. هنا يجي السؤال، ليه انسان ممكن يحب حد بيأذيه لا وبيتمسك بيه جدا؟ ايه اللي بيخليك مش عارف تقطع مع صاحبك اللي تقريبا ما بيعملش اي حاجه في حياته الا لما بتضايق؟ بيشتمك بالاب والام وبيجيبها في حجه الهزار وانت تقول له كذا مره انه ما يعملش ده ومع ذلك هو مستمر، وانت ما بتقدرش تاخد رد فعل تجاه ده. بيقلل من شكلك ومن اسلوبك ومن مشيتك ومن طريقه لبسك. يا اخي ده حتى بينك وبينه ممكن يكون بيقلل منك، بيقلل من انجازاتك. حتى لو الانجاز اللي انت عملته ده كبير والدنيا كلها مبسوطه لك، هو بيحسسك ان عادي، يعني انت ما اخترعتش الزر. الاجابه على الموضوع ده ممكن تكون معقده شويتين، بس الكلام اللي انت هتسمعه دلوقتي حالا ده مهم قوي. مش عارف ده ممكن يصدمك ولا لا، بس مش انت اللي بتختار صاحبك المؤذي من الاول بارادتك. في حاجه جوانا بتخلينا نختار النوعيه دي من الصحاب من غير ما نحس. مش فاهم يا شاب ايه اللي انت بتقوله ده؟ ابسطها لك، مش انت دايما لما بتشوف اتنين صحاب قوي او قريبين من بعض بتحس كده بشكل لا ارادي ان هم فيهم شبه من بعض؟ مش لازم يكون الشبه ده في الشكل، بس طريقتهم كده شبه بعض، حتى اسلوبهم ممكن يكون في الكلام، اسلوبهم في الهزار شبه بعض قوي، صح كده؟ السؤال بقى هنا، الاحساس ده بيجي لك منين؟ اهو ده بقى اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض دلوقتي. في جمله انا لما سمعتها غيرت نظرتي عن العلاقات كلها. الجمله دي بتقول لك ايه؟ نحن لا ننجذب لما يعجبنا بل ننجذب لما نعرفه جيدا. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انت عارف ليه صاحبك لما زعقلك او قلل منك او شتمك انت ليه تقبلت الموقف عادي وما عملتش اي رد فعل مع انك من جواك اتضايقت جدا؟ تفسير اللي حصل لك ده ما بيرجعش للموقف ده، تفسيره بيرجع لفتره طفولتك. لو انت مثلا حصل معاك الموقف ده وتصرفت كده، فغالبا وانت صغير اتربيت في بيئه للاسف كان معظمها زعيق وشخط وعصبيه. مامتك مثلا وانت صغير بتاكلك بالمعلقه، فانت رحت خبط المعلقه موقعها في الارض، فقعدت بقى تزعق وتصور عليك جامد جدا. خبطت كوبايه الشاي بتاعت ابوك اللي محطوطه جنبه وانت ماشي غصب عنك، فقام للاسف صار عليك، والموضوع اوقات بيوصل للضرب، ضرب مبرح. اخوك الكبير مش عارف تعمل له ايه فيزعق لك، فنتيجه لده بسبب رد فعل اللي قدامك تقديرك لنفسك بيقل جدا. بتبقى شايف ان انت ما تستحقش اي حاجه حلوه، بتبقى شايف ان انت ما تستحقش التسقيف بدون سبب لانك ما عملتش انجاز. بمعنى صح بتبقى شايف انك ما تستحقش تتحب وانت زي كده زي ما انت. وطبعا كلنا عارفين ان المواقف بتاعت الطفوله دي ما بتطرش في الهواء، بل بالعكس ده هي اللي بتكون شخصيتنا وبتفضل متخزنه في مخنا. فلما بتكبر بشكل لا واعي مخك بيخليك تحط نفسك في حاجه من الاثنين، يا اما لازم تقدم تنازلات في علاقه سواء صداقه او غيره، والتنازلات دي ممكن تبقى فلوسك، كرامتك، قيمك اللي انت عايش بيها، يا اما تتقبل افعال الطرف الثاني حتى لو كانت الافعال دي وحشه وزي الزفت. طب ليه انت بتعمل كده؟ لانك دايما هتبقى شايف ان الغلط منك حتى لو كان الغلط من اللي قدامك. ليه انا هعمل كده؟ لانك بكل اختصار انت اتربيت على كده. انت يا حبه عيني ما شفتش من صغرك اللي بينصفك بكلمه. فبالمختصر المفيد انك هتلاقي دايما نفسك بتصاحب الشخص اللي فيه نفس الصفات شبه اللي انت اتربيت عليها وانت صغير. فاول ما تدخل مثلا في علاقه صداقه وتلاقي ان صاحبك ده بيتعامل معاك بعصبيه وبطريقه مش حلوه، انت بشكل لا واعي انت مش هتستغرب ده وممكن تتقبله عادي. والمصيبه الاكبر انك ممكن تحب الشخص ده. ليه؟ لان مخك يعرف الحاجه اللي بيعملها الشخص ده كويس. ليه؟ لان هي شبه الحاجه اللي انت اتربيت عليها زمان. بصوا الموضوع ما بيمشيش ان انا بشوف حد عصبي او قليل الادب فبقرر ان انا صاحبه، لا هو الموضوع كله بيمشي بشكل لا واعي، انت ما بتبقاش حاسس اصلا بالموضوع ده. وعشان كده لو انت عندك الحته دي هتلاقي ان معظم صحابك اللي في نفس دايرتك هم توكس، بيتعاملوا بنفس الطريقه دي. قيس بقى الحته اللي انا لسه شارحها لك دي على اي حاجه حصلت معاك في فتره طفولتك. يعني مثلا على سبيل المثال عندك واحد صاحبك مصلحجي ما بيعرفش غير وهو عايز منك حاجه او هو عايزك معاه تروح معاه مشوار مثلا او تعمل معاه حاجه، وقت ما تعوزه ما تلاقيهوش، وتلاقي مع ان اللي هو بيعمله ده مضايقك جدا بس انت برضه لسه مش عارف توقف علاقه الصداقه دي، مش عارف تقطع معاه العلاقه. طب ده سببه ايه؟ ده سببه غالبا ان وانت صغير في مرحله طفولتك كنت بتتحب حب ولكن بشروط من ناحيه اهلك. في مقوله حلوه قوي هتفهمك النقطه اللي انا بتكلم فيها
دي اكتر؟ المقوله دي بتقول احنا دايما بنختار الحاجات اللي نعرفها كويس او الحاجات اللي شبهنا. عارف انت الجمله بتاعت جيت على الجرح؟ هو بالظبط احنا بنختار الناس اللي بتجيلنا على الجرح، والاختيار ده دايما بيكون من غير وعي مننا. فبكل اختصار كل اللي بيحصل لك وانت صغير ما بيروحش كده، بيفضل متخزن في مخك وبينعكس عليك بشكل لا واعي وانت كبير. فبالتالي بيجيلك احساس ان اي شخص هو بيعمل معاك كده انت بتحس ناحيته بالامان اكتر، مش عشان المواقف اللي بيعملها ولكن عشان هو شبه اول مشهد انت شفته في حياتك. انت كاره الحاجات الوحشه اللي الشخص ده بيعملها معاك وبتاذيك نفسيا، ولكن انت مش قادر انك تسيبه بسبب انه بيعمل نفس الحاجات اللي انت اتعملت فيك في الطفوله، واللي مين عملها فيك؟ اللي هم غالبا مصدر امانك هم اهلك. وطبعا انا ما بعممش الكلام ده على كل الاهالي، مش شرط ان النقطه دي تكون جايه لك من ناحيه اهلك، ممكن تكون جايه لك ناحيه حد من صحابك في المدرسه، حاجه حصلت لك وانت صغير، حد اتنمر عليك، ولكن هي اساسها الطفوله. شهاب بص، انت وصفتني، انت مش وصفتني، انت فضحتني. اللي انت حكيته ده بيحصل لي بالظبط. طب حلو، انت كده فهمت السبب وفهمت اللعبه بتمشي ازاي. ولو انت دايما بتشوف نفسك ما تستاهلش الحب والاهتمام من اللي حواليك، فانت كده بشكل كبير قوي هتقع مع اي حد، واول حد هيديك فتات الاهتمام حرفيا. انا عارف ان الكلام ممكن يكون رخم شويتين، بس هي دي الحقيقه. والنقطه الخطيره انك ممكن بسبب طفولتك تشوف الاذى اللي بيعمله لك صاحبك على انه حب، او مش شرط صاحبك، ايا كان الشخص اللي في حياتك. يعني انا دلوقتي هقول لك على شويه حاجات لو لقيت نفسك بتعمل حاجه منهم اعرف انك وصلت لمرحله مع الناس التوكسيك انك بتشوف اذاهم حب، وفيها بتلاقي نفسك بتبدا بشكل لا ارادي انك تبرر افعال صاحبك واللي بتضايقك جدا لمجرد بس انك ما تخسروش وتفضلوا صحاب. زي مثلا لما يكون مثلا حد صاحبك وبيحبك ويكون شايف طبيعه العلاقه بينك وبين صاحبك من بره كده، فيقول لك خلي بالك صاحبك ده مش مظبوط وبيستغلك وبيعاملك بطريقه مش حلوه وكده، تلاقي نفسك بتقول له لا يا عم ما تظلموش، ده انت بس اللي مش عارف الموضوع ماشي ازاي، مع ان انت اكتر حد عارف ان هو عارف اللي فيها، وعارف ان صاحبك اللي انت متمسك بيه قوي ده هو توكسيك وشخص بيضرك اصلا، وتلاقي نفسك بتتعصب وتتحمله وبتدافع عنه باستماتة غريبه. وده بالظبط لو خدت بالك نفس اللي حصل مع البنت والعصابه اللي انا قلت القصه بتاعتها في اول الحلقه، قررت تنضم ليهم وتدافع عنهم على الرغم من اللي هم عملوه معاها. لو انت بقى وصلت لمرحله التبرير دي اعرف انك وصلت خلاص بقى الحته خطر قوي، يعني المفروض انك تبدا ان انت لا هنا انا اخد وقفه، اخد بالي، لان في المرحله دي انت بتكون بتحاول باستماته انك تقنع نفسك انك السبب في كل الوحش اللي بيحصل، حتى لو السبب ده هو صاحب. في جمله تحفه سمعتها بتقول ان احنا عندنا اسهل نكون اشخاص سيئين في حمايه اشخاص جيدين على اننا نكون جيدين في حمايه اشخاص سيئين. يعني انت بيكون اسهل على نفسك انك دايما تلوم نفسك على انك تلوم غيرك. ده الموضوع بقى الاسوأ والليفل اللي خلاص ده الصعب جدا ان العلاقه دي تتحول لادمان، ان انت بقيت مدمن على وجود الشخص ده في حياتك. الشخص ده بيعاملك وحش ولكن انت ما تقدرش ما تعيش من غيره. الشخص ده مديك كلام زي الزفت ولكن انت عادي. الشخص ده كانه كده بالظبط عامل زي المخدرات. عارف ليه زي المخدرات؟ لان اللي بيعمله الشخص ده في مخك نفس اللي بتعمله المخدرات في مخك، الادمان. يعني لما الشخص ده سواء صاحبك او اي حد انت موجود معاه في علاقه لما بيعمل موقف كويس انت دماغك بتفرز دوبامين بشكل مش طبيعي، بتبقى فرحان، وشويه صغيرين تلاقي ان بقى في خناقات وفي توتر ما بينكم انتوا الاثنين، فبالتالي الكورتيزول والادرينالين بيعلوا في مخك فتتصالحوا فيرجع الاندروفين يتفرز في مخك فتحس كده ان انت مرتاح ومبسوط. اهو التركيبه والتغيرات والكوكتيل اللي بيتفرز ده من الهرمونات نفس اللي بيتفرز بالظبط وقت لما بتيجي تتعاطى المخدرات. شهاب انا كده بدات اجمع، بس انا عندي سؤال بسيط، اعرف الناس المؤذيه منين؟ السؤال ده تحفه. تقريبا كده انا بحس ان مفيش غير 3 انواع للشخص المؤذي. اول نوع فيهم اللي هو اصلا ما بيكونش عارف ان هو شخص مؤذي، غالبا ده بيكون شاب وفي مرحله المراهقه مش عارف، بيكون رخم بس هو مش عارف ان هو رخم، يكون بيضايقك اي نعم في الدرس او في المكان اللي انتوا موجودين فيه، ولكن هو ما بيبقاش عارف ان هو بيضايقك وبيتصرف بغريزته الرخمه، فبالتالي هو بيضايقك بس هو ما يعرفش، ما يقصدش ان ده يأذيك بيه. طبعا كلمه رخامه دي بالظبط، ولكن الحل مع الشخص ده ايه؟ انك تروح تقول له ان انت متضايق من كذا، ولو هو شاب او شخص محترم هيقول لك خلاص تمام ومش هيكرر ده معاك. لو ما اتعدلش بقى هقول لك دقيقتين بالظبط تعمل معاه ايه، بس خلينا الاول نروح للنوع التاني. النوع التاني هو بكل اختصار الشخص بتاع مصلحته اللي هيديك كل الاهتمام والحب اللي في الدنيا بس وقت ما يحتاجك، بس اول ما تحتاجه تلاقيه اختفى، هينسى اصلا ان انت كنت صاحبه. واكتر بقى علامه تعرف بيها النوعيه دي من الصحاب انه لو احتاجك في يوم او طلب منك حاجه وانت ما عملتش الحاجه دي تلاقيه بيتقمص وبيزعل بشكل اوفر وبيتحول كده 180 درجه، ومش بعيد ان هو ممكن يقطع علاقته بيك في حاجه زي كده. اما بقى النوع الثالث وهو الشخص المؤذي النرجسي، ده بقى عكس النوع الاول خالص، ده بيبقى عارف الحاجات اللي بيضايقك وبيبقى قاصد ان هو يعملها. ليه؟ لان الحاجات دي بتحسسه بنوع من انواع النشوه، بيتبسط لما يحس ان هو متحكم فيك بشكل ما. من الاخر كده شخص الله
الله اعلم ممكن يبقى مريض نفسي، بس في كل الحالات هو بيحاول يطلع مرضه ده عليه. انت كده عرفت نوعيه الاشخاص التوكسيك اللي هم الاشخاص اللي علاقتهم بتضرك. تعرف بقى ازاي تحكم على علاقات الصداقه اللي موجوده في حياتك دلوقتي اذا كانت حقيقيه وما فيهاش حاجه ولا هي علاقه توكسيك. هسالك دلوقتي شويه اسئله وانزل جاوب لي عليهم في الكومنتات باه او لا. اول سؤال، هل بتحس كده ان انت ما بتلاقيش نفسك غير وانت مع صاحبك ده اللي هو بيعمل حاجات كتير بتضايقك، ولو مش موجود في مكان حتى لو في اشخاص كتير حواليك بتحس ان انت كده وحيد وما عندكش اصحاب؟ الحاجه الثانيه، هل ما بتعرفش تحط حدود في العلاقه ما بينكم لانك بتخاف من جواك انك لو حطيت حدود للعلاقه او عرفته ان الحاجه اللي هو بيعملها دي بتضايقك ممكن ان هو يسيبك او يفكس علاقه الصداقه دي؟ السؤال الثالث، هل لما بترضي صاحبك ده بتحس ان انت راضي عن نفسك كانك كده بتستمد ثقتك منه؟ السؤال الرابع، هل لما بتفكر تنهي العلاقه دي بترجع تقول لنفسك لا انا ضيعت سنين كتير من عمري في العلاقه دي؟ فبيصعب عليك السنين اللي ضيعتها على الرغم من ان هو بيأذيك بس انت مكمل عشان بس ما تضيعش السنين اللي عدت دي؟ لو جاوبت على سؤالين او ثلاثه بقام اللي انا قلتهم دول فانت كده رسميا في علاقه توكسيك يا معلم. يعني انت في علاقه انت خسرت فيها نفسك وانت مش حاسس. يعني نفسك دي غاليه جدا لدرجه ان ربنا سبحانه وتعالى كرمها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد كرمنا بني ادم ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف ليه بيقول ان لنفسك عليك حق. يعني انت متخيل ربنا سبحانه وتعالى والرسول مديين قيمه لنفسك قد ايه وانت مستهتر بيها كده؟ المهم انت لو وصلت معايا لحد هنا فانت دلوقتي على بعد خطوه واحده عشان تعرف ازاي تتعافى من العلاقات اللي زي دي سواء بقى صاحبك او غير صاحبك. أول خطوة في رحلة التعافي ليك والتعافي من النوع ده من العلاقات هي الاعتراف. نص العلاج في الاعتراف إن أنت تعترف إن أنت شخص موجود في علاقة مؤذية، إن أنت تعترف إن أنت حصل لك حاجات معينة في طفولتك هي اللي مخلية الحاجات دي بتحصل بالشكل ده دلوقتي. اعترافك بالموضوع هو بيأثر عليك نص المسافة. طيب دلوقتي أنا معترف، أعمل إيه؟ أول حاجة أنا عاوزك تجيب ورقة وقلم كده، وبالمناسبة أنا بحب الكتابة جدا، الكتابة هي حل لمعظم مشاكلنا. المهم جيب ورقة وقلم واقسم الورقة دي بالقلم كده نصين. النص الأولاني اكتب فيه المشاعر اللي انت حاسسها دلوقتي ناحيه العلاقه دي، اكتب كل اللي انت حاسس بيه، اكتب انا خايف اخسر صاحبي ده انا لو خسرت صاحبي ده انا مش هيبقى عندي صحاب، ده لو اكتب كل اللي في نفسك. في النص التاني من الورقه اكتب اللي بيحصل لك بالظبط، كأن مثلا شخص شايف العلاقه دي من بعيد وبيقيمها، اكتب اللي بيحصل بكل واقعيه. صدقني لما تعمل الخطوه دي هتكتشف فجاه ان مشاعرك ضخمت لحظات كانت قد كده وتجاهلت حقائق كبيره وكوارث قد كده كانت بتحصل في حق نفسك. وهنا بقى هتيجي لحظه القرار، هتبدا انك تاخد قرار انك تحط حدود واضحه وصريحه عشان تبدا انك تحمي نفسك من الاذى اللي بيحصل لك من العلاقات اللي من النوعيه دي. وان لو صاحبك قرر يجي عليك باي شكل من الاشكال وانت عارف ان هو قاصد ده انت هتعرفه في ساعتها، هتعرفه انك اتضايقت. لو هو شخص ناضج وشخص كويس اول ما هتقول له كده هو مش هيتضايق، هو هيصلح من نفسه. انما لو العكس بقى اتضايق من ان انت بتعاتبه على حاجه هو عملها ضايقتك، هنا العلاقه دي انا بشوف من منظوري انا كشاب ان هي لازم تنتهي. اصل خلاص يعني هتفضل موجود في علاقه بتاذيك؟ لا خلاص انهي العلاقه لحد هنا. وانا عارف ان الموضوع ممكن هيبقى صعب عليك لان انت مش عارف تقفل العلاقه معاه، انت نفسك تعمل كده ولكن انت مش عارف تعمل كده. قطع العلاقه مش هيكون خبط لزق كده، انت هتبتدي تقطع العلاقه بالتدريج ناحيه الشخص ده من جواك الاول. يعني كانك كده بالظبط بتعمل بلوك للشخص ده بس من جواك، بتبقى خلاص بتبدا ان انت تظهر العيوب بتاعته قدام عينك، تكتبها وكل شويه تشوفها وكل شويه تحاول انك تخلي نفسك تلاحظها فيه عشان من جواك تتقفل من العلاقه دي. بالمختصر المفيد تكره نفسك في العلاقه دي لو الشخص ده اوريدي توكسيك وهو ما بيصلحش من نفسه. لما تعمل كده وتقعد فتره تبدا انك تقلل رسائل فبالتالي هو يتقمص فرد فعله ده يخليك تتقفل منه اكتر، تلاقي ان واحده واحده موضوع انك خلاص يعني تفكك من العلاقه دي بقى اسهل بكتير من الاول. والموضوع كمان ما جاش خبط لازم، يعني الموضوع ما جاش ان انت دخلت وقلت له انا هقطع العلاقه معاك، لا انت الموضوع جه بالتدريج من جواك، بعد كده بدات ان انت تعمل حاجات بالتدريج بدات ان هو يلاحظها فيتضايق فانت بدات ان انت تتقفل منه اكتر فخلاص العلاقه خلاص بتتقفل. قطعت العلاقه، اخر واهم خطوه بقى انك تستعيد ثقتك بنفسك، انك تركز على نفسك اللي انت بهدلتها معاك دي. امسك ورقه وقلم واكتب الحاجات الحلوه اللي انت كنت حاسسها في نفسك بس العلاقه دي خلتك تفتقدها، اكتب الحاجات دي في ورقه وقلم وارجع اعملها تاني. كده كده هتلاقي ان كان فيك حاجات حلوه واختفت. ركز على نفسك، اتعلم حاجات جديده، جرب حاجات جديده، خلي تركيزك وحبك لنفسك يزيد، وجرب حاجات انت بتخاف منها. الخوف ده لما تعمله هيعلي ثقتك بنفسك فبالتالي هيحسسك بقيمتك اكتر. بس اخر حاجه كنت عاوز اقولها في النقطه دي انك ما تستناش اي بني ادم يعمل لك قيمه في الدنيا لو انت اصلا مش عامل قيمه لنفسك. ولتكمله القصه بتاعه باتي اللي هي بنت الاعلامي اللي اتخطفت في اول الحلقه، لما وقفت قدام القاضي وبداوا يستجوبوها فضلت تقول ان هي عملت كده غصب عنها وما كانتش فاهمه ليه، وانها اتعرضت لحاجه زي غسيل دماغ. بعد كده الرئيس الامريكي كارتر ساعتها عفى عنها لانه كان مقتنع بالحاله اللي انا اتكلمنا فيها، كانوا فاهمين هي ليه عملت كده. بالمناسبه باتي النهارده بقت صحفيه كبيره جدا وعاشت حياتها وتعافت من كل الحاجات اللي كانت في حياتها. فاتمنى ان ده كمان يحصل لي ويحصل لك، وكالعاده ما تنساش تعمل شير.